السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة التلات 10 ديسمبر 2024، والنهاردة أول يوم في تداول المصرف المتحد. المصرف المتحد، بنك المصرف المتحد، بعد الاكتتاب كانت الناس بتروج ليه جامد، وكان في كله بيقول هيطلع وياخد قطاع البنوك معاه، وفي طلعات جامدة وكده. طبعا هو خالف كل التوقعات. النهارده بعد أول ساعة تداول مفيش شك أداء المصرف المتحد عمل صدمة، لأن الطرح أو طرح أي بنك كان متوقع منه أداء قوي أو أقوى من كده. ليه؟ بسبب قوة القطاع المصرفي والثقة اللي كان بيتمتع بيها. طبعا الهبوط الجامد النهاردة، كان فيه هبوط في مؤشر جامد. ده كان بسبب تأثير المصرف المتحد على بقية الأسهم. فالنهاردة كان في بقية أسهم كتيرة كانت نازلة. الحقيقة أنا كنت أتوقع النهاردة إن النقطة دي، نقطة 30,850 تصد الهبوط ده. أي نعم، أنا كنت قايل في كذا فيديو قبل كده اللي احنا وارد اللي هنا هنخبط في 31,100 وننزل بشمعة حاجة صغيرة كده ونعرض في الحتة دي. لا، النهاردة كان في شمعة كبيرة عملت له 30,614 وكلوز 30,617. يا رب او ان شاء الله الخط الدعم الافقي ده يصده. الخط ده عند 30,000 تلات تلاتات، يعني فيه تقريبا في حوالي 500 نقطة تحت كمان بكرة. نبص على المصرف المتحد. اهي شمعة النهاردة في المصرف المتحد النهاردة ابتدى او فتح على 15/23. عمل له 13.90 وقفل 14.29، وده أكيد يعني أكيد تدخل مؤسسات. نفذ 56 مليون سهم، 56 مليون سهم بأكتر من حوالي 600 مليون جنيه، يعني داخل في المليار. طبعا الهبوط ده أثر على أسهم كتيرة النهاردة في السوق، بغض النظر عن تلات أربع أسهم هم اللي كانوا ماسكين نفسهم، لكن معظم أسهم السوق النهاردة كانت نازلة وكان فيها بنين جامد. نرجع تاني لأسهمنا، نبص بقى على أسهمنا النهاردة. يعني ممكن نشوف اكت فاينانشال النهارده. طبعا هو كان متوقع ليه الهبوط اكت فاينانشال، لانه كان جاب قمه هنا، كان جاب او وصل للمستهدف بتاعه، وقلنا في فجوه هيقفلها، قفلها امبارح بشمعة طويلة اهو. والنهارده بقى الهبوط نزل شوية. النهارده عمل له 3.35 وكلوز 3.35 ب 3 مليون و600 ألف سهم. متوقع نقطة الارتداد بتاعته حوالين ال3 وربع. ده بالنسبة لأكت فاينانشال. نبص على ابن سينا، وقلنا اللي هو ماشي في قناة صاعدة النهاردة برضو، رغم الهبوط الجامد ده ما قدرش يكسرها أو ما كسرهاش الحمد لله. هو وقف هنا عند اللو 3.34 وكروز 3.40، قصدي سوري 6.35 وكلوز 6.40. طبعا دعمه هنا عند 6.35. هنراقب بكرة في جلسة بكرة، جلسة الأربع 11 ديسمبر. هنراقب النقطة دي 6.40 أو من 6.35. في حال كسرها هيبقى في نزول. طب لو ما كسرهاش هيبقى في أهداف لفوق إن شاء الله، في أهداف يعني كويسة. وأول مقاومة ليه هيبقى حوالين ال7 جنيه. تخطي ال7 جنيه في أهداف تانية فوق. ده بالنسبة لابن سينا. ابن سينا فارما. أبو قير مفهوش جديد رغم الهبوط بتاع النهاردة. هو لسه ما كسرش لا والله كسر خط الترند ده. شمعة النهاردة اهي، كنا قايلين عنده 52.60 ده دعم، كسر الدعم ده. النهاردة له 52.10 كلوز 52.40. يبقى هنبص على الدعم اللي تحت منه عند 51.7، 51.70. نشوف. كنا قلنا اريبيا اللي هو سلبي في الفيديو اللي فات. فعلا هو وصل
للمقاومة عند 52 وبيجني منها، ومع هبوط السوق برضو بيجني معاه، ومع النهاردة له 50.4. وارد يرد من الحتة دي من عند حدود 50 قرش. ده اريبيا انفستمنت هولدنج. الكلام برضو مش بعيد على سباير كابيتال، كان وصل برضو للهدف بتاعه اللي قلنا عليه في كذا فيديو قبل كده، وابتدى يجني النهارده مع هبوط السوق، عمل هبوط جامد. النهارده عمل اللو بتاعه النهارده له 28.3 مليم، وكلوز 28.5 ب11 مليون سهم. الدعم بتاعه بكرة هيبقى عند 27.7، يليه 27.3، يليه 27، بس خلينا في 27.7 في جلسة بكرة. وطبعا المقاومة بتاعتنا بكرة هتبقى حوالين 29 قرش. أسمنت سينا ما زال عرضي. دعمه هنا الخط العرضي ده عند 31.5. النهاردة اللو بتاعه 31.40، يعتبر كسره بحاجة بسيطة. عندنا هنا خط الاتجاه ده هيبقى عنده نقطة 31.25 دي، وارد اللي هو يرتد منها. طب عندنا أول مقاومة فين؟ أول مقاومة هنا اهوت عند 35 جنيه. أصول رغم الهبد بتاع النهاردة والرمي اللي كانت بترميه الأسهم، محافظ على القناة العرضية بتاعته. والنهاردة اللو بتاعه 73.7 مليم. احنا قلنا هنا الخط العرضي ده رسمينه من فترة 72.6. ده بالنسبة لأصول للوساطة في الأوراق المالية. الأهلي للتنمية والاستثمار من الأسهم المهمة جدا، أسهم مضاربة مهمة جدا، وتابعوه كويس. السهم ده كان مدعم نفسه هنا عند 31.5. النهاردة كسر 31.5 بفعل الرمي بتاع الأسهم، أو رمى معاهم. في هنا دعم مهم عند 30.30. 30.30 دي لازم نراقبها كويس، كسرها وقف خسارة على طول. أول هدف لينا هنا عند اللي حوالي 36 جنيه، يبقى دعمنا 30.30. هو 30.30 ده دعم ووقف خسارة، احفظ الرقم ده كويس. 30.30 في الأهلي للتنمية دعم ووقف خسارة. بعد الأهلي للتنمية إلكو من الأسهم النهاردة القليلة اللي حافظت على الدعم بتاعها، وأي حد كان بيرمي كان بيمتص الرمي بتاعه رغم صدمة المصرف المتحد النهاردة، ومحافظ عليه، ما كسرش الدعم ده عند 177، وفي الدعم الأساسي بتاعه عند 170 قرش. أول مقاومة لينا عند 192. أسهم الجيدة ده بالنسبة لإليكو. أمك أسهم مؤسسات كنا محددين دعم عند 7.5، ما وصلش ليها النهاردة، عمل له 7.63 قرش، وكلوز 7.65. لسه فوق الدعم بتاعه، عنده نقطة 7.5، ده الدعم بتاعه. في قبل منه 7.60، لكن 7.5 ده دعم أساسي على المدى المتوسط. من أسهم المؤسسات اللي برضو الكويسة مصر الجديدة. برضو نتابع مصر الجديدة كويس، نبص عليه نشوف هيعمل ايه في جلسة بكرة. دعمه 9.5، 9.53 اللي هو خط الترند ده. النهاردة فتح 9 جنيه 75، والهاي بتاعه 9.80، اللو 9.63، وكلوز 9.64 ب6 مليون سهم تقريبا. عينينا هتبقى على 9.5 ان شاء الله، دي يبقى تكون نقطة ارتدادة تحت 9.5. في حال كسرها هيبقى 9.10. ما كسرهاش يبقى عندنا نبص بعد كده، نبتدي نبص على 10.20. بعد كده ممكن نبص على مصرف ابو ظبي. مصرف ابو ظبي كسر الدعم بتاعه عند 42.36. هيبقى اول دعم لينا بعد كده 39 جنيه.
نهر الخير كنا اتكلمنا عليه وقلنا ان هو عنده دعم هنا عند ال56 قرش، ما يكسرهاش. كسرها وقف خسارة، النهاردة كسرها وجاب 55 قرش. الدعم اللي بعد منه 54 قرش، وارد يرتد من 54 قرش. نشوف الإسماعيلية مصر للدواجن. إسماعيلية قلنا عرضي، دعمه نقطة الشراء كويسة هنا اهوت في ال9.5. خط الدعم، ده نسبة فيبوناتشي دي أو قمة سابقة 9.5. هو عرضي ما بين ال9.5 ونسبة الفيبوناتشي دي عند 10 أو قرب 10، من 9 فيها نص جنيه 50 قرش. من أسهم المضاربات الأهرام للطباعة، نزل مع نزول السوق. دعمه بكرة عند 9 جنيه أو حوالين 9 جنيه، من 9 جنيه ل9.5. ما يكسرهاش، لو كسرها يبقى نستناه عند 68. 68 دي هتبقى نقطة شراء كويسة. هو أصلا السهم جيد، بس مع نزول السوق ابتدى ينزل معاه. النهاردة منفذ قرب 150 ألف سهم، يبقى دعمنا حوالين 9 مبدئيا. أول مقاومة لينا قرب 10 جنيه، كنا جبناه مرة على الوكيل من كام فيديو، من كام جلسة كده، وقلنا عنده خط الترند ده واجب اللي هو يوصل له. هو قرب منه لكن ما وصلوش، يعني وصل له في جاب هاي 9.80 ونزل قفل على الويكلي 9.18. الخط ده مقاومته حوالين 10 جنيه، مش لازم يوصل ل10 جنيه بالظبط في من أول مرة أو يخترقها. ده بالنسبة للأهرام للطباعة. التوفيق دعمه 4.30. بيوزع كوبون، عنده كوبون كويس حوالي 60 قرش، حوالي 15% من سعره. عنده مقاومة عند 4.80. دعمه 4.30، من 4.30 ل4.80. الحديد والصلب بيجني مع جني السوق، بيجني بقاله جلستين. دعمه هنا عند 24، عنده دعم من 24. دولية عرضي كويس النهاردة، 10.40 وقفته، كلوز 10.55. يبقى هنتابع 10.40 الدعم الأساسي بتاعه، والمقاومة حوالين 11 جنيه. السادس من أكتوبر قلنا عنده مستهدف حوالين 68 جنيه. النهاردة عمل هاي 66 88، حوالي 67 جنيه، مع الرمي قفل على 64.5. نشوف الشمس الإسكان. شمس الإسكان كان ماشي في القناة دي أو في تمام. اختراقها بفوليوم في جلسة يوم 8، عملت حوالي 3 مليون، وبيجني من عندها. النهاردة وصل للدعم بتاعه هنا عند حد القناة، عمل له 6.45 وكلوز 6.5 تقريبا. في حالة كسر 6.45 هيبقى دعمنا اللي بعد كده عند 6.30. ما كسرهاش يبقى هيطلع يلف ويروح عند 7.10. السيد العامة المقاولات عند دعم، واقف عند دعم. الدعم بتاعه كام؟ 94 قرش. النهاردة عمل اللو 94.2 وقفل 94.8. في حالة كسر 94 يبقى الدعم اللي بعد منه بعد كده عند 91 قرش. ده دعم السيد، ونقطة كويسة. 91 قرش دي نقطة كويسة في السيد العامة المقاولات. الخزف كنا قلنا اللي هو سلبي من أكتر من جلسة بسبب خط الترند ده. النهاردة اللو بتاعه 11 جنيه وقفل 11 جنيه. الدعم اللي بعد كده اللي بعد منه هنا عند 10.70، يعني يعتبر هو ايه، بيلف او بيلف بتريدات في الحتة دي، في الحتة الضيقة دي.
ده كده بالنسبة لشيني. بعد شيني العبوات الطبية ما فيهاش جديد، دعمها 120، مقاومة 130. النهاردة بجلسة النهاردة فتح 126، الهاي بتاعه 127، لو 124، وكلوز برضه 124. دعمنا الأساسي 120 قرش. ده بالنسبة للعبوات الطبية. السهم عرضي يعني في الحتة دي ما بين 120 وال130. العبور الاستثمار العقاري، العبور في قمة، والنهاردة اللو 8.95، كلوز 39. دعمه هنا في الحتة دي عند 9.25، قفل فوق منها. في حالة كسر 9.25 يبقى أولنا هنا اهوت عند 8.75. ده على المدى القصير. العربية الحليجي الأقطان، السهم بيجني بقاله كذا جلسة، عنده دعم هنا عند 7.90. النهاردة كان عامل كلوز 7.93، واللو بتاعه 7.93. أول دعم ليه هنا هو قرب الدعم دلوقتي عند 7.90، يليه بعد 7.90 7.75. بعدين خط الترند ده خط مناقص، عند متناقص أو بيقل مع الأيام مع الجلسات عند 7.60. وارد يلف. أول لفة ليه هتبقى أول مقاومة ليه قرب 8.5 أو حوالين 8.5. العربية الأسمنت من الأسهم الإيجابية النهاردة في جلسة النهاردة. خط الترند ده ما كسرهوش وما نزلش تحت منه. اللو 15 جنيه و15 قرش، كلوز 15.47. كنا محددين له هدف حوالين ال 17 جنيه، لسه ما وصلوش. ده العربية الأسمنت. ريماس النهاردة كسر خط الترند اللي احنا كنا قلنا واقف دعم عنده بكسر ال 92 أو ال 91 قرش. دعمنا القادم عند ال 86، وعنده هدف حوالين الجنيه. أرب ديري النهاردة جاب لو 3 جنيه و17، كلوز 3.19. هو دلوقتي على الدعم، وارد اللي هو يلف، والمفروض ما يكسرش الحتة دي. يعني على الحتة دي المفروض ما يكسرهاش. في حالة لفه هيبقى أو عندنا أول هدف 73 من ال 23، 73 50 قرش، يعني حوالي 15%. الفنار للمقاولات كنا محددين 3 جنيه و5 قروش، ما يكسرهاش. هو كسرها في جلسة امبارح، والنهارده راجع قفل كده بشمعة كده، بس المشكلة في الشمعة دي إنها الفوليوم بتاعها قليل. يعني امبارح فوليومه 181,000، النهارده الشمعة دي النهارده ب45,000 بس. ف لسه مش هيدي إيجابية دلوقتي إلا بالاستقرار فوق ال3.5 بفوليوم أعلى من كده شوية. وارد يبقى فيه شمعة سلبية بكرة بسبب الفوليوم القليل ده. عندنا هدف هنا اهوت عند 62. ده بالنسبة لفنار المقاولات العمومية. القاهرة الإسكان، أول دعم لينا هنا عند 22. النهاردة له 2.24، كلوز 2.28. أول دعم لنا 22، يليه والدعم المهم أوي 2.8. القاهرة الإسكان 2.8 دعمها المهم. القاهرة للزيوت الدعم القادم ليها هنا اللي هم ال3 جلسات دول عند ال 24 قرش. 24 قرش في القاهرة للزيوت والصابون، دعم مهم ليها، وارد يرتد منه. القناة عرضي هنا ما بين ال 30 جنيه وال 27 جنيه. بمناسبة القناة نشوف النساجون برضو عرضي في الحتة دي. بيجني بقاله كام جلسة. دعمه الأولاني 25 جنيه، 25.30. الدعم اللي يليه خط الترند ده هيبقى في حدود ال 24 جنيه. المنصورة للدواجن سلبي، ودعمه 1.36. النهاردة اللو بتاعه كلوز 1.39.
يبتدي يتحول للإيجابية بالشغل فوق ال 145 قرش، يعني الإيجابية بتاعته فوق ال 145 قرش. المصرية للنظم قلنا سلبي من كام جلسة، وعمل كده شمعة هنا وهمية خداعية، يعني هنا منفذ هنا 2 مليون، هيعمل شمعة هنا ب5 مليون خداعية، بس قفل تحت خط الترند ده سلبي. دعم القادم 32 قرش ونص. من الأسهم اللي عجباني المجموعة المصرية العقارية، دعمه حوالين ال66 قرش. النهاردة عمل له 66.7 كلوز 67.6 في عز الرمي بفوليوم قليل. نخلي بالنا من نقطة ال68.4. باختراق ال68.4 يبقى عندنا أول هدف عند ال71، بعد كده ال74. الملتقى عرضي محافظ على الدعم بتاعه عند ال72. في حالة كسر ال72 هنشوفه ب2.5. هو شغال ما بين ال72 وال92. 72 و92. كسره هنشوفه 2.5 زي كده. اوراسكوم كونستراكشن نبص عليها، بيفكرني بيه الملتقى ده العربي، الملتقى العربي بيفكرني باوراسكوم كونستراكشن. فين اوراسكوم كونستراكشن؟ اوراسكوم كونستراكشن اهي. مقاومة 2.95، دعم 2.75. هو ماشي في الحتة دي. ام بي محافظ على الدعم بتاعه هنا عند الاتنين 22. بعد ام بي الهندسة اودن كسر الدعم بتاعه عند 188. دعم مهم. دلوقتي في حالة كسره هيبقى أولنا عند 100 أو حوالين 180 قرش تقريبا، 179. بعد 179 عند 166 ده الدعم التاني المهم. بريميوم هيلثي جروب محافظ على الترند ده. النهاردة قالوا 83 كلوز 84.6 ب12 مليون سهم. يبقى هنا مقاومتنا عند 92 ودعمنا عند 81 كما زي وضعنا على وضعنا يعني. بلتون القبضة الدعم بتاعها 2.83. النهاردة عمل له 2.87 كلوز 2.89. دعمنا 2.82 اهو كده بالظبط هنا 2.86. لو جينا نتكلم على المقاومة هيبقى هنا اهوت 3.5. أول مقاومة لينا 3.5. السهم دخل في أب ترند على المدى القصير. بنك البركة عمل هاي 14.28 كلوز 13.5 تقريبا. الدعم القادم بتاعه 13. جنوب الوادي الأسمنت دعمنا عند 3.25. أول مقاومة لينا 3.60. جي بي أوتو بكرة هو هيدخل جوه المثلث تاني ولا ايه؟ المهم هو بيجني في الحتة دي.
اول دعم لينا هنا عند ال 14.70. 14.70. بعد ال 14.70 في هنا اهوت دعم تاني. عند 14.55. ده بالنسبة لجي بي اوتو. رامكو دعم في ال 23. مقاومة 3.5. دعم 23 3.5. سبق عرضي مكسرش الخط الدعم بتاعه الأساسي عند 130 قرش. مقاومة عند 160. شارم دريمز، وهنكتفي بشارم دريمز النهاردة. شارم دريمز وصل للدعم بتاعه عند 17 جنيه 64 قرش أو 65 قرش، وكسروا مع عزم الرمي النهاردة بتاع الجلسة. الدعم اللي وارد يلف منه عند 17 وربع. وارد يلف من 17 وربع. السهم فيه سيولة عالية النهاردة، عامل قرب المليون. امبارح منفذ حوالي 2 مليون وشوية. هنكتفي بالقدر ده من المجموعة دي من الأسهم. وأي حد ليه أي استفسار أو أي سؤال أو أي تعقيب على أي سهم ياريت تسيبولي في الكومنت، وإن شاء الله نعقب عليه في الفيديو اللي جاي. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وشير بحيث الفيديو ينتشر. واي حد عاجبه الفيديو ممكن يعمل سبسكرايب في القناة. وشكرا لحضراتكم جميعا. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.